بقيت سنجل وأعيش لنفسي وأعيش لابني. تم الانفصال ما بيني وما بين هبة، وكل واحد يروح لحاله وخلاص. ما كنتش عايزها في حياتي وخلاص يا جماعة. أنا تعبت في الجوازة ديت وأنا مرتحتش، وقررت أطلقها بعد 4 سنين جواز، بعد تعب كتير من عمري، بعد ما ضحيت، بعد ما خسرت حاجات كتير في حياتي عشان اتجوزت واحدة أكبر مني ب12 سنة ومعاها 5 أولاد، وأنا ما اتجوزتش قبل كده ولا عندي أولاد ولا أنا خطبت قبل كده ولا عشت حياتي يا جماعة. خلاص كده أنا ارتحت من جوايا. البني آدمة دي ملهاش خير في عيالها، مش هيكون ليها خير في حسن. اعتبروني أخوكم. لو انتي ترضي ان اخوكي يتجوز واحدة اكبر منه ب12 سنة ومعاها 5 عيال ويتظلم ويخسر شغله ويخسر حياته من اجل اللي هو عايز يخليهم كويسين، ومن اجل اللي انا كنت بصرف وضيع من عمري ومن حياتي. انا خسرت حاجات كتير. انا دخلت جوه الاسرة دي وهم بيغلطوا من سنين، كنت بحاول اصلح منهم، كنت بحاول اخليهم ناس كويسة للمجتمع. انا مش ملاك، انا ما فرحتش في حياتي. انا يا جماعة لما جيت اتجوزت واحدة، الواحدة دي هي اللي اعترفت لي بحبها. الواحدة دي كان اياميها عندي 23 سنة، كانت هي اكبر مني ب12 سنة ومعاها 5 اولاد. انا وافقت من كتر ما هي كانت بتعترف لي بحبها، من كتر ما هي كانت بتقول لي انا عايزاك وعايز اعيش معاك. لكن انا ما فرحتش في الجوازة دي. انا ما خطبتش قبل كده، انا ما اتجوزتش قبل كده، انا ما عشتش شبابي ولا عشت حياتي. انا بعمل لكم الفيديو دوت يوم 19/7/2026. بكرة 20/7 عيد ميلادي انا وابني. ابني هيكمل ال4 سنين، وانا يعني ابني كمل ال3 سنين وداخل في ال4 سنين، وانا داخل في ال29 سنة. 4 سنين ضاعوا من عمري بتعب ووجع، ما قصرتش معاها في اي حاجة. في عز ما كانت ملهاش خير في عيالها وطلعت اتكلمت على عيالها واتحبست، انا اللي طلعت طلبت بمحامي، انا اللي ما شفتش حد من اهلها وقف جنبها، انا اللي طلعت ابكي وطلعت ادمع وطلعت اقول كويسة عشان تخرج من المكان ده، عشان انا خلفت منها طفل، خلفت منها ادم ده اول فرحتي. ابني من يوم ما اتولد وهو يا جماعة في السجن. ابني ملهوش ذنب في كل اللي حصل. هبة انا عملت كل اللي يخلصني معاها. هبة انا صرفت كتير وخسران اكتر من 350,000 جنيه على جوازتي من هبة، غير سمعة، غير حاجات كتير. بس انا مجرد ما طلقتها هي لا تعنيني باي شيء. اللي كان بيني وبينها يا دوبك جواز، لكن ان بيني وبين ادم ابني مش هينفع يتغير. اللي ملهوش خير في عياله ملهوش خير في حد، والبني ادمه دي ملهاش خير في عيالها، ملهاش خير في حد. حاولت اغير منها كتير، هي طبعها هي زي ما هي. انا ليه اعيش حياه صعبه؟ انا ليه ما اعيش حياتي؟ انا قسما بالله بعمل لكم الفيديو ده وما في حد قايل لي اعمل فيديو، يعني عشان ما حدش يفكر ان في واحده في حياتي. مفيش اي حد في حياتي. انا يا جماعه مش بفكر في جواز، مش بفكر في اي حاجه. ممكن اتجوز وممكن لا، ممكن افضل اعيش اربي ابني مفيش حد هيربيه غيري. ابني ما تنتظروش ان انتوا تشوفوه مع حد، عشان هما ملهمش خير في بعض. اخوات من بطن واحده ملهمش خير في بعض. ادم ابني من قبل ما يتولد واخواته مش حابين وجوده، ازاي هيحبوه؟ ادم ابني يا جماعة من يوم ما اتولد وانا نفسي يخرج من المكان ده، بس غصب عني. القانون بيقول ان ابني لازم يخرج على سن 4 سنين، لا اما انا اشوف محامي واعمل له توكيل قضايا ويخرج لي ابني في ظرف اسبوع. انا تعبت في حياتي، انا اللي تعبت، انا اللي حياتي اتبهدلت. هبة عيالها كده بيغلطوا من سنين،
انا مانيش دعوة بده كله. انا اللي اتجوزتها وحاولت اصلح منهم، حاولت اخليهم ناس كويسة. انا تعبت يا جماعة ومفيش حد حاسس بيا. انا عايزكم تقولوا لي مبروك يا حسن الطلاق، مبروك يا حسن ان انت بقيت سنجل، مبروك يا حسن ان هبة خرجت من حياتك، مبروك يا حسن ان انت فقت من الموضوع ده كله. انا كنت حاسس نفسي مضحوك عليا، متغفل. تعبت يا جماعة في ال4 سنين اللي فاتوا. انا عايز ربنا يعوضني بقى، مستني العوض من ربنا. انا تعبت. انتوا ما تعرفوش انا اللي اتظلمت. اعتبروني اخوكم، اعتبروني منكم. ترضوا يحصل في اخوكم ده كله؟ ترضوا شاب يتجوز وعنده 23 سنة من غير ما يلبس دبلة، من غير ما يفرح، يجيب لهم كل حاجة، يصرف عليهم، اضيع فلوسي، اضيع كل حاجة، وانا اللي في النهاية اتمرمطت، وفي النهاية انا اللي طلعت وحش. هبة دي اول ما اتجوزتها جايب لها حاجات كتير، مديها فلوس، اي حاجة كانت في شقتها ادت لها حقها. في النهاية طليقها وعيالها خدوا كل حاجة. انا ذنبي ايه في ده كله؟ بقول زكى عن صحتي وعن صحة ابني، وساكت من اجل عيون ادم، من اجل ان هم اخواته. انا اللي اتبهدلت. انا ساكت وكاتم جوايا، بس ربنا وحده يعلم له شغل. قال لما يقول لي انت شاطر، انت مبدع، انت فنان، انت لو سافرت بره هتعمل ملايين. انا يا جماعة الحمد لله من وانا عندي 9 سنين وانا بشتغل، بقالي 19 سنة بشتغل في المطابخ الألمونيوم، بشتغل في المطابخ الخشمونيوم والشيت، بعمل مطابخ بوليلاك، بعمل مطابخ HBL، بعمل صيدليات اللي هي البتارين والحاجات دي، بعمل دريسنج، بعمل تند، بعمل شبابيك UPVC، بعمل شبابيك ألمونيوم تانجو وجامبو، بعمل شبابيك BS وابواب، بعمل شبابيك دورانات. بتعب والحمد لله، بعمل شغل 10/10، بعمل مطابخ لعرايس، اي حد عايز يجدد، اي حد عنده صيانة. انت يا حسن بتحب الهزار والضحك. ابني مش في دريم بارك، ابني في السجن مع امه. انا تعبان يا جماعة، ادعوا لي ربنا يعدي المحنة دي على خير. وانا هبة خرجت من حياتي، ادم ابني هو اللي جوه حياتي. انا لو ماليش خير في ادم مش هيكون ليا خير في اي حد. فيا ريت محدش يظلمني. هبة دي ست كبيرة، هبة دي كانت عارفة هي بتعمل ايه. هبة دي قالت لي وهي مراتي، قالت لي سواء عرفتك او ما عرفتكش انا كده كده كنت هتجوز، انا كده كده عايز اعيش حياتي. هبة عرفت تخليني اتجوزها، عرفت تخليني اصرف عليها، عرفت تخلف مني، عرفت تعمل حاجات كتير. انا دلوقتي وانا معاكو داخل على 29 وعلى 30 سنة. لو مثلا اتجوزت هكون عارف قلبي وعقلي هما اللي بيختاروا، لكن الاول كان في حد هو اللي بيختارني وحد بيقنعني. فانا يا جماعة تعبت، محدش ينتقدني، سيبوني في حالي. ربنا ما يكتب عليكم الاحساس اللي انا مريت بيه. وحسب الله ونعم الوكيل من قالوا فيا ما ليس فيا. حسب الله ونعم الوكيل في اي حد ظلمني، عشان انا ماليش ذنب في كل اللي حصل ده. انا عايز افوق لحياتي وافوق لشغلي، وباذن الله انجح الفترة الجاية. وهبة انا ما قصرتش معاها في حاجة. هبة اول ما دخلت المكان ده كنت ببعت لها اهلي بالزيارات، كنت بشوف لها محامي، لغاية الفيديو اللي انا بعمله لكم ده من 20 يوم كنت عندها الزيارة. بس انا خلصت ضميري من هبة. لازم 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 اروح زيارات عشان خاطر ادم ابني في المكان ده. لكن لو ادم ابني خدت ادم انا ماليش دعوة بهبة. هبة بعيد عني. هبة طول ما هي على ذمتي في عرضي وفي وشي وبيجيلي كلام كتير ملهوش لازمة. الكلام ربنا يصلح حالها ويحنن قلبها على قلب عيالها، ويحنن قلب عيالها عليها، وتربي عيالها تربية صالحة وتفوق لعيالها. عشان هبة
ما اتغيرتش يا جماعة، هبة زي ما هي. ربنا يفك كربها ويصلح حالها، وانا ما اتمنى لهاش اي حاجة وحشة، اتمنى لها كل خير في حياتها. وانا ربنا يعيني على حياتي، ربنا يعيني اللي انا ببتدي حياتي من اول وجديد. بس الحمد لله ان انا بصحتي، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب اللي انا بصحتي، الحمد لله. اي شيء تاني ممكن يتعوض، وانا رميت حمولي على ربنا ومستني العوض من ربنا، مش مستني حاجة من حد. والشكوى لغير الله مذلة.